هو انا بصراحه مش عارفه الفيديو ده اتصور ازاي. يعني انا في حالتي الطبيعيه ما بصورش. لما كنت تعبانه وفيها الم واصور فيديو زي كده وانزله، لا دي حاجه غريبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني من اخر فيديو نزلته معاكم. بحبكم في الله. ربنا ما يحرمني ابدا منكم يا رب، وتفضلوا كده دايما منورين حياتي. طبعا مشتريات وشويه حاجات كده جايباها من المطبخ. جبت فلفل الوان وجبت خضره مش بلاقيها كتير عندنا هنا. وجبت كمان لرودي ومحمود كشري. انا كنت بحضر اكل واضطريت ان انا اروح مشوار وهاجي اكمل الاكل، بس تصبيره ليهم على بال ايه ما اخلص تحضير الاكل. جبت كمان جلاش وجبت جبنه موتزاريلا وربع كيلو قهوه. وكمان جبت ربع كيلو كريم شانتيه، او اللي هو ايه، الكريمه بتاعت الحلويات، او كريم شانتيه خام يعني. المهم يا بنات، كنت فين؟ هقول لكم دلوقتي واحنا بنحضر مع بعض ونشوف يومنا النهارده هيبقى عامل ازاي. بجد يوم كان غريب، يعني انا في قمه تعبي والمي وصورت معاكم الفيديو. مبدئيا كده انا كنت قبل ما اطلع من البيت او قبل ما اقرر ان انا اروح مشواري ده، كنت حاطه فراخ تتسلق على النار، وكنت عامله تسبيكه الباميه وحاطه فيها مطلعه كيس باميه من الفريزر وحاطه فيها، لحد ما جت كده عليا اللحظه اللي رحت علشان اعمل كده زي ما انتم شايفين، وانا اسفه للمنظر. بس بجد يعني كنت رايحه عيادة دكتور الأسنان، وأنا مش مخططة لكده. زي ما شفتوا معايا أنا كنت ماسكة الضرس ده بتاع مين اللي أنا كنت ماسكاه في منديل كده، وليه أخدتيه والكلام ده كله أحكي لكم التفاصيل. وإحنا بنقطع الفلفل الألوان. أنا من زمان وأنا نفسي يعني أجيب فلفل ألوان وأدخله في الأكل بتاعي، لاني بسمع ان هو مفيد وفيه فيتامينات وكده يعني. فبصراحه لما لقيته قدامي جبت كيلو. هو على فكره يعني انا مش كنت متخيله ان هو غالي. فالمهم ايه، لقيت ان هو سعره 50 جنيه الكيلو، فمش يعني كويس بالنسبه ان احنا مش هنستعمله يعني زي الفلفل الرومي او الفلفل العادي كده بكميات كبيره، يعني هندخله في اكلات معينه. فالكيلو حلو هيفضل معايا شويه يعني. وكمان جبت خضره برضو علشان ما تتبلش معايا في التلاجة بسرعه. فانا ايه افرسها هي والفلفل. وكمان اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم بارك كده يا رب. الوقت كان فيه بركة بجد، ان انا انجزت شوية حاجات كتار، واحكي لكم التفاصيل ايه اللي حصل معايا. بصوا يا بنات، اللهم صل على سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي ولايك للفيديو لو تكرمتم. وانا عندي محمود ليه يومين بيعيط من ضرسه، كل يوم بالليل يصحى يا ماما ضرسي مش عارفه انام منه، بديله مسكن وبرده نفس الموضوع. فجيت انا يعني الصبح بيبقى كويس ما فيهوش اي الم او عياط او اي حاجه خالص، هو بس مشكله بالليل معاه. فبنصحى الصبح بنتعايش بقى ونقضي يومنا عادي وخلاص وبننسى. بالليل بنعيد نفس الكرة. فجيت انا كنت بحضر اكل، كنت مطلعه فرخه منضفاها وبسلقها وبعمل تسبيكه الباميه زي ما شفت معايا كده في الحله. ويوم طبيعي عادي مفيهوش اي مشكله خالص. فلقيت كده كان تقريبا كده على بعد العصر، محمود بيقول لي يا ماما الحقيني ده انا الالم رجع لي تاني وضرسي ايه، وتعبني يعني كده وبيصل عليا. فقلت لا انا مش هعيد نفس المعاناة بالليل، يعني بالنهار نتصرف ونعرف نجيب مسكن والكلام ده، انما بالليل بيبقى موقف صعب. فيلا بينا على دكتور الاسنان. وقفت الاكل اللي طفيت عليه ولبسنا ورحنا عند دكتور الاسنان. اول كشف كشفه المحمود، فقال ان في تسوس في الضرس، وان الضرس ده ضرس لبني، يعني في ضرس تحته بيطلع، فالمفروض ان هو الضرس ده كان يوجع من بدري. المهم ان الدكتور اكتشف ان محمود ابني عنده ضروسه كلها اللبنيه ما اتخلعتش او ما وجعتش من مكانها، في حين ان الضروس الاساسيه الدايمه يعني هتطلع اللي هي زي ما بقول لكم كده بالعاميه بتنبت تحت في اللثه. فالمشكلة ان محمود عنده ضعف، وعنده ضعف في الانزيمات اللي هي بتبقى خاصة بالضروس، اللي هي بتعمل على لخلخة الضرس من مكانه ويبدأ يتخلع او الاسنان عامة عشان تبدأ تنبت اسنان غيرها. فهو بسبب الضعف اللي عنده الانزيمات دي تكاد تكون ايه مش شغالة، فالاسنان اللبنية ما زالت موجودة لحد دلوقتي. شالوا الضرس اللي فيه تسوس، وكان تسوس بسيط خالص، بس يمكن كان دي إشارة من ربنا عشان نبدأ نشوف المشكلة الأكبر. يعني الدكتور بيقول إن احنا عايزين الفترة اللي جاية كل فترة كده نبدأ نخلع له ضرس أو سنة من الأسنان اللبنية، عشان ندي فرصة للأسنان الدايمة إن هي تبدأ تطلع في مسارها الصحيح، أو إيه تطلع يعني لأن الأسنان اللبنية دي مش دايمة.
المهم ايه، اللهم صل على سيدنا النبي، وانا عند عيادة الدكتور وبيكشف لمحمود وخلع له الضرس، فبقول له يا دكتور هو انا كنت الحمد لله مخلصه اسناني وعامله زرعه في اسناني والدنيا زي الفل معايا تمام، بس في عندي ضرس كده لما بمضغ عليه شويه بحس بألم، هو مش مألمني جامد يعني بس في شويه ألم، فلو في مشكله انا عايزه الحقها من الاول علشان ايه ما استناش لما تكبر ويكون في مضاعفات والموضوع يزيد معايا. فتمام اوكي نشوفها يعني نلقي نظرة عليها، هي كانت الفكرة القاء نظرة مش اكتر. المهم الدكتور بيقول لي ده في ضرس مسوس، يعني حاجة بسيطة كده، هو مش واصل عصب او اي حاجة كده، والسوسة اتنجلت الضرسين جنبه، برضو نفس الموضوع مش واصلين للعصب، بس في سوسة بتخليكي لما بتمضغي الاكل بتحسي بألم كده بسيط. طيب هي في مشكلة دلوقتي؟ هو قال لي لا مفيش مشكلة عادي يعني ممكن تتعايش مع الوضع، بس بنخاف ان هو ايه تبدأ الموضوع يزيد معاكي ويوصل للعصب، فاحنا عايزين نتفادى المشكلة دي. فطبعا انا ما بحبش زيارات دكتور الاسنان والحمد لله ما صدقت ان انا خلصت منها ليا فترة، بس فعلا الكلام يعني مقنع، اللي هو احنا دلوقتي بمشكلة بسيطة مش عايزينها اللي هي تزيد وتتطور وتكبر اكتر من كده وندخل لمرحلة العصب وفتح العصب والكلام ده كله. اوكي تمام. طب يا دكتور هو انا ينفع هما 3 دروس جنب بعض، ينفع ان انا اشتغل ال3 مرة واحدة بحيث ان انا ما تجيش زيارات متكررة، يعني مش النهاردة زيارة وبعدها بيومين زيارة تانية عشان درس تاني؟ فقال لي ممكن بس هيبقى الموضوع متعب وهيطول معاكي. فقلت له خلاص مفيش مشكلة، توكل على الله وابدأ افتح ال3 دروس وخلاص. المهم ايه اخدت بنجي كده واستنيت شويه، بعدين رحت فتحت ال3 دروس. طبعا الدروس انا بعمل حشو ليزر فاللي هو مش هينفع في نفس اليوم، فاللي هو دكتور فتح لي ال3 دروس مره واحده وعمل لهم ازاله للتسوس وفتح الدروس، وطبعا كان في منهم واحد كان خلاص فاضل شويه يوصل العصب وده كان اكتر حاجه مؤلمه. المهم اللهم صل على سيدنا النبي، يعني انا راح اخلع ضرس محمود، رجعت بان انا فاتحه 3 دروس. طبعا هو حط لي حشو مؤقت وقال لي ممنوع تاكل عليهم لتاني يوم، اللي هو تاني يوم اللي احنا ان شاء الله نروح نعمل الجلسه الاخيره اللي هي تبقى فيها حشو الليزر. فانا راجعه يعني المفروض ان انا طالعه اعمل ضرس محمود، انا راجعه وانا فاتحه 3 دروس في بوجي، وطبعا حشو المؤقت ده بيبقى يعني اسفه في اللفظ بيبقى زباله مؤلم وما بيستمرش وما بيقعدش معانا كتير، وألم رهيب. 3 دروس جنب بعض مع الجهاز اللي بيحطوه ده مع مش عارفه ايه بيتعب اللثه، فانا راجعه من بره متدمره بسبب الألم ده. بس طبعا ما استسلمتش، رحت عملت لهم رجعت كملت طبيخ، وكمان غسلت الفلفل وبدأت ان انا اقطعه كده وافرزه واحطه في اكياس، اعمل كده ميكس كده الوانات في بعضيها اصفر مع الاحمر، وكان عندي فلفل اخضر فقطعته معاهم تمام. ونفس الموضوع هعمله مع الخضرة. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. يعني انا في الايام العاديه فعلا اللي هو بيبقى يوم طبيعي مفيش اي حاجه بكسل ان انا اصور، بس بصراحه مش غصب يعني مش بارادتي، بيبقى غصب عني، في اسباب كتير بتخليني أو يعني اللي هو عندي كسل مش عارفه اصور. في حوارات يعني مش عارفه اوضح لكم ازاي، يعني موضوع بعدي عن القناه والتصوير مش حاجه اراديه يعني بارادتي انا، لا بتبقى حاجه خارج ارادتي. يعني كل يوم بصراحة ليه مشكلة، يعني ليه وضع كده بيمنعني ان انا اصور وارجع اهتم بشغلي وبقناتي وكده وبحياتي يعني زي الاول. فالنهاردة اليوم اللي انا تعبانة فيه وكان عندي مشوار ومش عارفة ايه، لا سبحان الله رجعت صورت وكملت معاكم يومي، اصلا ما كنتش بدأته عشان اكمله، ده انا بدأته من بعد ما رجعت من عند دكتور الاسنان. فربنا ليه حكمة في كده سبحان الله. انا مستغربة بقول لنفسي ويعني وانا في قمة ألمي واسناني مفتوحة 3 اسنان او 3 ضروس جنب بعض مفتوحين ومتألمة، ويعني وصراحة اخدت بنج جامد عشان انا بنجي في الاسنان ما بيأثرش فيها بسرعة، فاخدت بنجي كمية او جرعة اكبر فاهمين، فلسه مفكش وبرضه بيتعبني، بتحس التنميل وبوجك وارم ووشي كله وارم، فالموضوع مش الطف حاجه، يعني الموضوع متعب فعلا ومؤلم. ومع ذلك رجعت كملت معاكم وبدات فيديو كده وكملته للاخر، فربنا ليه حكمه في كده. المهم يا بنات اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى،
صلوا كده على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قطعت كده الفلفل زي ما قلت لكم، وعملت ايه يعني فلفل اخضر من عندي على الاحمر على الاصفر اللي انا كنت مشترياه، وبدات اكيسه. طبعا هكيسه كده، مش هستعمل الكميه كلها، بس سهل ان انا افتح الكيس وافرفط منه كده كام يعني شويه اللي انا عايزاهم واستعملهم. من زمان انا نفسي ان انا ادخل فلفل الالوانات دي في اكلي، في البيتزا، بعمل بيض، بعمل مكرونه بحطها في الصوص. يعني في حاجات كتير كده بشوف ان هما بيدخلوا فلفل الوان فيها، بصراحه بتبقى شكلها يفتح النفس، وبرضه بتزود كقيمه غذائيه، يعني بتزود الفيتامينات اللي احنا محتاجينها في يومنا. فلما لقيته ما ترددتش وجبته، وان شاء الله باذن الله في كل مره اكون يعني موجوده في مكان فيه خضار ويكون متوفر الفلفل الالوان ده، هشتري واعمله بنفس الطريقه كده وافرزه، ويبقى موجود عندي في التلاجة دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولي لي بقى، امتى نخلص من موضوع الأسنان ومشاكل الأسنان؟ امتى الواحد يبقى ما عندوش أي مشكلة كده، يعني ياكل براحته وما يحسش بألم، وما يبقاش عنده مشكلة ولو حتى في سنة واحدة أو في ضرس واحد، مش مشكلة، ده حاجة بسيطة وخلاص. لا، امتى الواحد يبقى كده مفيهوش أي ألم من ناحية الأسنان؟ والله مش عارفة، مع اني بهتم بنظافة اسناني، انا اكتر حد بيهتم بنظافة اسنانه. بستعمل دايما معجون وفرشة، يعني ده اساسي اساسي طبعا. بستعمل الخيط تنظيف الاسنان وكده. فالدنيا عندي يعني من ناحيتي انا مفيش تقصير، وانا ماليش في الحلويات ولا الحاجات اللي تستدعي كده وجود تسوس في الاسنان ولا اي حاجة من دي. فليه مشكلة الاسنان دي ملازماني؟ انا مش بعترض والله على اي حاجه، بس بقول لكم فكره ان انت تروحي عند دكتور الاسنان وكده، يعني في حد ذاتها هي فكره مؤلمه. انا ما بحبش دكاتره الاسنان، ولا بحب ان انا اروح لهم. حتى دايما لما باجي يعني اعمل اسناني، بطلب من الدكتور ان هو يعمل لي كله في جلسه واحده عشان ما اعيدش الزيارات واكررها. فاهمين؟ ماما طبعا انا مصوره لكم الفيديو بعد اليوم ده يعني انا مصوره في نفس اليوم، بس بعمل له مونتاج بعديها بكام يوم. فانا عايزه اقول لكم بقى اللي حصل ايه. تاني يوم على طول الدكتور المفروض يعني هو مسافر، فعلشان يكمل لي الشغل بتاعي، فاللي هو ايه قال ان هو تاني يوم تكون عندي علشان نقفل الدروس بتاعتك. ففعلا تاني يوم على طول رحت قفلت التلات دروس، وما ادراك كمية الألم اللي انا عايشة فيها وما زالت مستمرة. يعني انا حتى بكلم الدكتور بقول له على الألم، بيقول على مسكن معين باخده لحد لما يجي واروح له مراجعة تاني او زيارة تانية، لان في كمية ألم رهيبة. يعني مش مجرد انت عملت حشو اسنان وألم مؤقت يومين ثلاثة وكده، لا، الألم مازال مستمر معايا. فجفل لي تلات دروس، مش 3 أسنان، 3 دروس. جفلهم، عملناهم حشو ليزر. وطبعا كان في اختيار في الفئة بتاعة الحشو ان انت تعملي مبلغ ده او ده او ده. وانا طبعا طلبت من الدكتور ان هو يرجح لي الحقيقة الافضل والاحسن، لان موضوع ان انا استهون شويه بالاسنان وكده بيجي عليا انا بخساره ان انا اعمل حاجه رخيصه، وبعد فتره ترجع نعيد الكره ونفس الالم ونرجع نتكلف. فانا عايزه الافضل والاحسن، فطبعا رجح لي اللي هو اغلى نوع وانضف نوع في الليزر. وتمام، وانا عملته الحمد لله تمت على خير. اي نعم الموضوع كان مؤلم، لان اشتغل في 3 اسنان ومنهم ضرس كان قريب للعصب، فكان فيه حرص من الدكتور ان هو ما يفتحش عصب. فالموضوع كان فعلا مؤلم جدا. فالمهم يا بنات، اللهم صل على سيدنا النبي، خلصت كده يعني اكاد اكون خلصت موضوع اسناني، ان مفيش تاني لحد كده ايه، لحد دلوقتي الله اعلى واعلم باللي جاي بقى واللي هيحصل. بس فعلا في الم رهيب، انا مش عارفه استحمله، مش عارفه اكل على الناحيه اللي انا عامله فيها الحشو. وده طبيعي، مثلا بتفضل يومين 3 4 اسبوع بالكتير، لسه مش متأقلمة ان في مادة غريبة دخلت اسنانك، لسه موضوع اللثة مش عارفة ترجع لوضعها الطبيعي بعد الضغط بالأجهزة اللي هم بيحطوها والكلام ده كله. فلسه الموضوع انا عارفة ان هو لسه شوية، بس فعلا في ألم رهيب في الفك كله، فمش عارفة. ولسه الدكتور مسافر، فمش عارفة ايه الدنيا. اللي باخد مسكنات دلوقتي لحد الدكتور ما يجي ويشوف لي، طبعا مش عايزة اروح لدكتور تاني والخبط الدنيا والكلام ده كله. فربنا يا رب يعديها على خير، وما يكونش فيه اي حاجة وحشة، ويكون بس مسألة ألم مؤقت ويعدي، محتاجش ان انا افتح تاني ولا ادخل في حوارات الاسنان تاني. والصراحة الموضوع مؤلم ومتعب ومكلف ومتعب نفسيا والله وجسديا يعني، فربنا يعديها على خير.
اللهم صل على سيدنا النبي. اما بالنسبه لمحمود فهو ارتاح بعد ما خلع الضرس بتاعه ده، ارتاح خالص. وان شاء الله باذن الله هبدا انتظم مع الدكتور بتاع المحمود لاسنانه عشان نخلص من حوار الاسنان اللبنيه دي اللي عنده، لان ما شاء الله اللهم بارك يعني سنه ده الدكتور بيقول المفروض ان هو يكون بدل كل الاسنان وكل الضروس اللي هي المفروض تتبدل. المفروض في السن اللي هو فيه ده يكون كل الأسنان أو الضروس اللبنية اللي هي تتبدل تكون اتشالت، وتبدأ تنبت أو تطلع الأسنان الدايمة أو الضروس الدايمة. فلسه برضو ده حوار، ربنا يعديها على خير يا رب، اللهم آمين. قطعت الخضرة بالشكل ده، طبعا غسلتها ونشفتها كويس من المية، وشلت العيدان بتاعتها وكده، وقطعتها وحطيتها في أكياس بالشكل ده، لان انا بحطها في التلاجة لو مش هستعملها مثلا في فترة يعني في حوالي اسبوع كده مش هستعملها، وانا حاطاها في كيسة في التلاجة بفتح عليها بلاقيها دبلانة ومش حلوة، فبضطر ان انا ارميها. فانا عشان استفاد بيها وما هقدرش يعني، وكمان عشان هي مش متوفرة عندي كتير، وخاصة في الصيف الخضرة الصيفي مش كتيرة، فانا قررت ان انا كل ما يكون عندي كمية خضرة احطها في اكياس واحطها في التلاجة. في ناس كانت جايتلي على فكرة الخضرة المجففة اللي هي زي الملوخية والطعم بتاع الخضرة في الاستعمالات يعني، فانا ما جربتهاش بصراحة. فانا عشان كده ايه، جربت اللي انا اعرفه اللي هو الملوخية اللي انا مفرزاها لا الخضرة مش الملوخية، معلش سامحوني والله مش مركزة، لان فعلا زي ما قلت لكم لسه موضوع التعب ده مأثر عليا. المهم ايه، الخضرة المفرزة دي هو اللي انا مجرباها، لكن اللي هي بنجففها دي او بنشفها مش عارفة، مش عارفة اجربها ولا ايه. اللي يجربها منكم يكتب لي في الكومنتات. اللهم صل على سيدنا. اللي بعد ما خلصت تفريز الخضار اللي انا جايباه وظبطت دنيتي كده، لميت الحية في المطبخ. هنا كان لسه تأثير البنج على فكرة مفكش، يعني ده اللي خلاني وقفت وحضرت الاكل وكده، لان كان لسه تأثير البنج مفكش. بدأت ان انا احمر اللهم صل على سيدنا النبي الفراخ، فعشان طرطشت الزيت والسمنة على البوتاجاز والكلام ده كله، ومش عايزة اكركب مواعين كتير، فانا حمرت في الحلة اللي انا هعمل فيها الرز. تمام. هو اوريدي كانت البامية تقريبا مستوية، بس انا اديتها غلوة كده وزودت لها شوربة. اول ما الفراخ غلت معايا والشوربة غليت معايا، فانا كده خلصت طبيخ البامية. مش هعمل اكل تاني غير بس البامية والرز والفراخ، لان اصلا يعني محدش هياكل، بس هو اسقاط فرض من علينا، عشان بس محدش يقول ما عملتيش اكل وبتاع. فلا انا عامله اكل اهو. والله العظيم بجد قسما بالله، لان فعلا موضوع الالم الاسنان ده متعب، يعني سواء لي انا وللي خلع ضرسه زي محمود كده ما خلع ضرسه، فمحدش هياكل. بس زي ما قلت لكم اسقاط ايه فرض، اللي هو لما ما عملتوش اكل لا اهو الاكل. فالمهم اللهم صل على سيدنا النبي. حمرت الفراخ، كان في قطعة فراخ وجت مني، سميت الله كده ويعني اخدتها ورجعتها تاني لان هي نظيفة. ودايما نعود نفسنا لما يقع مننا اكل ويبقى نضيف حرام ناخده ونرميه في الزبالة، بنسمي الله، بمجرد ما سمينا الله عليه واحنا بنشيله خلاص. انما لو اخدناه ورمناه ومش عارفه ايه، فانتوا عارفين بيروح فين، عارفين مين بياكله يعني ويستفاد بيه. المهم يا بنات اللهم صل على سيدنا النبي، رش عليهم رشة ملح كده، وهبدأ اعمل الرز بشعرية. حطيت الشعرية تتحمر في المكان اللي انا يعني مكان الفراخ ما انا محمراها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ما اتحمرت معايا الشعرية ضفت عليها الرز، كنت غسلاه وايه، واسيبهم كده يتحمروا كده مع نفسهم شويه، وازود لهم شوربه من شوربه الفراخ. هنا كان بيوسف يعني معاه ضيوف وكده، فنده علينا بيقول اعملوا شاي، فعملت لهم كوبايتين شاي. اللهم صل على سيدنا النبي. وكمان ايه، ما بحبش انزل انا شاي او مشروبات كده وحديها، فبدور في التلاجة لقيت فيه عنب ولقيت فيه جوافة، فغسلت طبق عنب، وصراحة لقيت جوافية واحدة فبرضه قطعتها وحطيتها كده. مع ان ما كانش ليها لازمه، بس مش عارفه بحس ان انا كل لما يكون عندنا ضيوف واقدم كل حاجه عندي احس برضو ان انا مقصره، وكنت عايزه اقدم اكتر من كده بألف هنا والشفا. المهم ايه، ندهت على الولاد ينزلوا اللي باباهم العنب والشاي، وانا هنا كنت خلاص خلصت الرز، ظبطت له الملح بتاعه. طبعا كنت حريصه ان انا مزودوش ملح ياما عشان اللي هياكل منه بالنسبه لمحمود عشان ضرسه وكده ما يلتهبش. وفي نفس الوقت يعني الشوربه كانت مظبطه من التوابل والحاجات اللي انا كنت حاطاها في الفراخ وهي بتتسلق. خلاص كده خلصت الرز وحمرت الفراخ وخلصت. فالمهم هنا لقيت ابو يوسف جايب لنا ايه، كيسة المخلل دي، بيقول خدوا يعني غروف الاكل وحط لنا مخلل. تمام.
فكويس ان هو جاب لنا بصراحه، لان كنت حابه ان انا اخلي الفلفل وليمون ومش عارفه ايه والكلام ده كله، وكل يوم اقول بكره. فكسلت، ويعني او بمعنى اصح مش كسلت، عندي فلفل بس ما عنديش ليمون، فكنت منتظره لما حد كده يعدي بيبيع ليمون نشتري منه واعمل مخلل فلفل وليمون. فهو وفر عليا اهو، جاب لنا المخلل جاهز. اللهم صل على سيدنا النبي. جبت معلقه كده وبدات ان انا اعبي البرطمانات واقفلها. طبعا الكميه هتكفي اكتر من كده، بس ما كانش عندي برطمانات كفايه، فقلت البرطمانات دي انا هعينها كده مقفوله، مش هستعمل منها، واستعمل من اللي هيتبقى معايا في الكيس. يعني هتشوفوا معايا هيتبقى معايا شويه حلوين. انتوا عارفين اصلا الاكل ما بيحلاش غير بحاجه حرشه جنبه، فالمخللات دي اساسي مع اي اكله، سواء طبيخ او اكل شعبي او اي حاجه تعمليها لازم طبعا المخلل معاه. المهم يا بنات، اللهم صل على سيدنا النبي، صلوا كده على سيدنا الحبيب المصطفى، ولايك للفيديو لو تكرمتم، واثبتوا لي بقى ان ربنا ليه حكمه. اول واحد الحمد لله مش محتاج اثبات يعني، بس بجد والله الفيديو ده لو جاب مشاهدات حلوه، يعني الواحد هيحمد ربنا مليون مره ان ربنا عانه في الألم اللي هو فيه، وكمل او بدأ تصوير لليوم ده وشاركه معاكم، لان هيبقى فيه حكمه فعلا في كده. اصل انا لحد دلوقتي مستغربه نفسي، اليوم الطبيعي اللي مفيهوش ألم بكسل اصور، واليوم اللي انا جايه فيه من عند دكتور الاسنان ومتألمه وتعبانه وكملت وصورت معاكم يوم. فمستغربه بصراحه الوضع، عشان كده مش عارفه، سبحان الله في حكمه في الموضوع. فربنا يجيب لنا الخير كله يا رب، وييسر لنا امورنا ويرزقنا، اللهم امين يا رب، برزق اولادنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عبيت كده برطمانين، طبعا هزود لهم ميه عشان تحفظهم من ميه المخلل اللي هو ايه، اللي هي جايه جاهزه وكده. فاللهم صل على سيدنا النبي، دورت على حاجه كده اعمل فيها اعبي بيها ميه، ما لقيتش، جبت الطاسه دي الصغيره، بدات ان انا اعبي بيها الميه بتاعة المخلل، وازود كده البرطمانات واقفل عليهم، ودول اسيبهم للاستعمال بعدين. يعني لو الجو حر عندي ممكن احطهم في التلاجة، لو الجو كويس بسيبهم عادي على الرخامة، مش هيحصل لهم اي حاجة خالص، لان مية التخليل دي اللي بتحفظهم، ما بتخلوش يعني يبوظوا ولا اي حاجة من دي. تمام. اما اللي هيفضل معايا او اللي هيتبقى معايا ده، هخليه كده في الكيسه بتاعته زي ما هو في العلبه، ده اللي احنا هناكل منه الكام يوم اللي جايين كده ان شاء الله باذن الله تعالى. كنت حابه ان انا اغرف معاكم الاكل كده واوريكم شكل النهائي، بس ايه لسه مش هناكل دلوقتي، وانا كنت عايزه اقفل الفيديو فاوريكم كده ايه الشكل النهائي للاكل بتاع اللي انا عاملاه في عز تعبي. اللهم صل على سيدنا النبي. فراخ اللي محمراها وشويه شوربه ورز بشعريه ما شاء الله مفلفل اهو، كان استوى وطفيت عليه، وباميه خضراء بالصلصه الحمراء. ايه رايكم؟ بألف هنا وشفا ليهم. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.